السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. الدنيا بقى شتاء ومش قادرة أقول لكم الجو سقع وإحنا من اسكندرية، يعني مش قادرة أقول لكم الساعة عاملة ازاي. قلت بقى يلا نعمل بقى شوية محشي كده خفاف ولذيذ. على طول النهاردة هنعمل مع بعض المحشي، والتكاية إن إحنا هنعمله النهارده كله في الخلاط. هتعملي أحلى محشي متماسك وزي الفل من الخلاط. بصي المحشية عاملة ازاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لو محتوى قناتي بيعجبك. اول حاجة كده دخلت جايبة زي ما انتم شايفين كده حوالي 8 او 9 طماطمات و3 بصلات ومقطعة كله 4 ارباع، وارمي كله في الخلاط كده زي ما هو. المحشي أنا ما باحبش أحط له توابل، يا دوبك حطيت له ملح وفلفل وباربيكيا، وضربت كل دول في الخلاط. حطيت الأول في أرضية الخلاط كده الطماطم، وبعدين حطيت عليها البصل عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط، وكمان الخضرة ديّة حطيتها على الرز، وحطيتها كمان عليها الطماطم، وحطيت معلقتين من صلصة الطماطم عشان أعزّز اللون، ومعلقتين كده حلوين من زيت عباد الشمس أو زيت ذرة اللي هو عندِك، كده أخف محشي. ادّيه بقى للكبير. تقطيعة المحشي أنتِ اللي بتتحكمي فيها. ممكن تعمليها وسط، ممكن تعمليها كبير، ممكن تعمليها صغير زي ما أنتِ حابة. أنا عن نفسي باحبها وسط، أنا ما باحبش الصغير، وطبعًا ليكِ مطلق الحرية. وباحط كده الكمية اللي أنا عايزاها من الرز، وباقفلها واحدة واحدة على المحشي. بعد كده كنت طبعًا غاسلة الممبار كويس أوي، وابتديت إن أنا أحشيه. أهم حاجة غسيل الممبار بتعيدي عليه حوالي 4 أو 5 مرات، وتدعكيه كده بالسكينة، تنزّلي كل اللي فيه، وبعد كده تحشيه بالرز بتاعِك. واحدة واحدة كده من الجنبين. أهم حاجة ما تكبسيش الممبار رز، الممبار لازم يبقى مش مكبوس، ويبقى طري علشان خاطر ما يفرقعش منِك وأنتِ بتحطيه. تستني المَيّة بتاعتِك لمّا تغلي وعلى طول تسقطي الممبار فيها. ده ممبار الجاموسة، فمش مش بيحتاج محقن يتعمل بيه. وحطيته كده يستوى على النار، ودي كده شكله في النهاية. بجد تحفة. باتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.